ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هتكلم معاكم عن ازاي ان احنا نعمل الدنشر بيز. اول حاجه حطيت الاكريستون، وحطيت الكاست اللي معانا. عندي ابر ولور، ودي النايف وكارفر كبير وكارفر صغير وجلاس لاب. هنحتاج واحده ثين وواحده ثيك، ورابر بول مليانه ميه. هنبدا ان احنا نحط الكاست اللي هنشتغل عليه في الميه عشان ما يلزقش فيه الاكريل. بعد كده هنبدأ ان احنا نحط الباودر والليكويد بنسبة 2 ل1 زي ما انتوا شايفين. احنا هنشتغل upper cast الاول. بعد كده هنبدأ ان احنا نقلب بحرف النايف اللي هو اللي تحت ده، ويوصل للقوام اللي احنا شايفينه في الفيديو ده. بعد كده يبقى احنا تمام. هنبدأ ان احنا نطلع الموديل او الكاست من المية. بعد كده طبعا غطيناه بجلاس لاب وفتحنا الجلاس لاب بعديها بحوالي مثلا 10 دقايق لربع ساعة. ببدأ ان انا اشوف القوام بتاعي عامل ازاي. انا هنا شايفة ان هو لسه محتاج يتساب تاني، فهكمل وان انا احط عليه الجلاس لاب تاني زي ما انتم شايفين. بعديها ب5 دقايق شفت القوام بتاعي. حاسة ان هو ممكن نستخدمه دلوقتي، بس الافضل ان انا اسيبه دقيقتين 3 كمان عشان يتقل اكتر. فهسيبه تاني واحط الجلاس لاب. بعد كده عشان نبدأ ان احنا نفرد الاكريل اللي معانا، هبدأ ان انا احط الجلاس لاب الثيك، وابدأ ان انا احط الاكريل بتاعي في المية كله عشان ما يلزقش في ايدي وما يلزقش في بعضه زي ما انتم شايفين. والاحسن برضو زي ما انتم شايفين ان انا لابسة جوانتي جلوفز عشان الاكريل بيلزق بالايد وبيخشنها بطريقة بشعة. ببدأ ان انا احط مية على الجلاس لاب زي ما انتم شايفين، لان الاكريل لو لزق مش هيطلع يعني، هضطر اعيده من الاول. فبنغرق كل حتة مية حرفيا. وبعد كده خدت الاكريل، هتلاقوه بيلزق في الايد جامد قوي. فهبدأ ان انا اكوره كده، ومية برضو معايا عشان ما يلزقش في الجلوفز. هبدأ ان انا اكوره كويس جدا معايا لغاية اما يبقى عامل كده، انا احس ان هو مش بيلزق. تمام، ده القوام. بعد كده احطه على الجلاس لاب الثيك زي ما قلنا، وبعد كده هجيب الجلاس لاب اللي هي الرفيعة الثين. هبدأ ان انا احط عليها مية برضو عشان ما يلزقش فيها. هبدأ ان انا احطه عليه بالطريقة ديت، واحافظ ان انا ايديا نازلة على نفس الضغط من الناحيتين عشان يطلع لي even thickness في الاخر، ما يبقاش حتة رفيعة وحتة تخينة. زي ما انتوا شايفين انا حسيت هنا ان هو يعني لسه بيلزق في ايدي. حاسة ان في لسه تلزيقة شوية، فعادي ولا تخاف ولا اي حاجة. هبدأ ان انا المها تاني من الاول، وافضل برضو اكورها تاني. بس اتاكدوا ان في ميه اكتر بقى عشان السيبريتنج ميديم. ممكن تستخدموا فازلين لو عايزين، بس الميه احسن من السيبريتنج ميديم صراحه. ببدا ان انا بكورها تاني، وبعد كده هعمل نفس التكنيك. اتاكدوا ان في ميه في كل حاجه انتوا بتستخدموها هتيجي عليها اكريل، لان هو بيلزق بطريقه بشعه. هبدا ان انا احط. بعد كده هيطلع معايا بالشكل ده، هيبقى كويس. لو انتوا مثلا طلع معاكم ملزق او مش عارفين تطلعوه كده على بعض، مش عارفين تمسكوه هتلاقوه ملزق، مفيش اي مشكلة. عيدوه كوروه تاني من الاول عادي، مفيش اي مشكلة. وانا بحط بقى الاكريل على الموديل، ببدأ ان انا اضغط من جوه لبره. ما ينفعش من بره لجوه، لان انتوا لو ضغطتوا من بره لجوه ممكن يكون لكم زي كأنك حبستوا الهواء جوه، فمش هيبقى مش هيتعمل خالص ومش هتعرفوا ترجعوه تاني. فالأحسن ان احنا نبدأ من جوه لبره زي ما انتوا شايفين، ونبدأ بالراحة خالص. نبدأ نساوي الحروف ونبدأ نتأكد ان هي دخلت لغاية الدبس اوف ذا سالكس، اللي هي لغاية اقل اكتر
السالكس جوه دخلت كويس جدا، لان عندنا البيز المفروض ان هي توصل للبيز اوف ذا سالكس. دي بقى حاجة مفضلة جدا، ما تقطعوش بحاجة لوحدها. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الكارفر في مونيمر، المية اللي تحت اللي انا حطيتها فيه ديت بيبقى مونيمر اللي تحت ده، ببدأ ان انا احط فيه الكارفر ده. هيساعدك ان الكارفر يمشي في الاكريل كويس جدا ويقطع كويس جدا. زي ما انتوا شايفين ببدأ ان انا اقطع الاكسس. ما تقطعوش عند الدبث اوف ذا سالكس بالظبط، لان هو ممكن يقصر منكم. بنقطع بنسيب مثلا ملي زيادة زي ما انتوا شايفين، وهقول لكم في الاخر هندخله ازاي. في الاخر بقى بنجيب النايف زي ما انتم شايفين بالتب بتاعتها التانية، ونحط برضو فيها مونيمر، ونبدأ ان احنا نساوي الحروف بيها بالشكل ده، نبدأ ندخلها لجوه. بالتالي انا كده هميك شور ان الاكريل واصل لكل الديتيلز اللي جوه، واصل لكل الفرينم، واصل لكل حاجة. وابدأ ان انا اسويه زي ما انتم شايفين. هيطلع لكم حاجة شكلها سموث، ما فيهاش تعرجات، كويسة جدا. ومن اول مره كمان، لو اول مره تشتغلوا شفتوا الفيديو ده خليه قدامكم واعملوا زي ما قلت لكم. بصوا شايفين الاكريل طالع حلو قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم اللور. ومع السلامه.